من اجل تسلطنت. هذا التشبيك اللي خدا على عاتق ديالو توصيل واحد الرساله للساكنه والجمعيات المعنيه بتوزيع الماء الشروب وبالوكاله ديال الاراضي اللي خدا على عاتق ديالو انه يوصل واحد الرساله، خدا على عاتق ديالو انه يوصل واحد الرساله للمواطن والساكنه. هذه الرساله هي كون على بال، بارك منضيع الماء، وكونوا على بال راه دق ناقوس الخطر، وبالاخص في منطقه تسلطنت. علاش بالاخص في منطقه تسلطنت؟ حيت منطقه تسلطنت تتعرف استهلاكات متعدده، الا قلنا السقي فيها، الا قلنا ماء الشرب فيها، الا قلنا الصرف الصحي فيها، يعني كاع المشاكل الثلاثه خاصه بالماء راه كاينه في تسلطنت. ولهذا التشبيك خدا على العاتق ديالو انه يقوم بهذا المعرض ويقوم بهذه التظاهره باش يوصل للناس هذه الرساله ديال راه دق ناقوس الخطر الماء، باش نتفقوا كاملين كساكنه وكمؤسسات على انه يكون الاستهلاك ديال الماء بواحد العقلانه وبواحد الترشيد كيف خصو يكون. يوسف العكرمي، رئيس التشبيك التنموي من اجل تسلطنت. اولا تنشكر الاعلام الالكتروني المحلي على هذه الالتفاته لجماعه تسلطنت. جماعه تسلطنت اللي معروفه بالبساتين ديالها، معروفه بواحد الشبكه ديال السواقي ديال الابار ديال الخطارات. جماعه تسلطنت اللي تتمد مدينه وعندها ارتباط بمدينه مراكش، وخاصه المنتوجات الفلاحيه اللي معروفه عليها جماعه تسلطنت، ومنها الكرموس اللي مع كامل الاسف الصبار اللي اندثر وما بقاش وافتقدناه. كاين النعناع، كاين مجموعه ديال المنتوجات اللي معروفه، واهم حاجه هو هذه المنتوجات يعني رخيصه، يعني في المتناول ديال الجميع. فمن هنا احنا كتكتل جمعوي في جماعه تسلطنت ارتأينا انه نشوفوا شي عمل اللي يخلي هذا الارث الايكولوجي لجماعه تسلطنت يعني يبقى مستمر رغم الاكراهات اللي تتعيشها البلاد، ومنها الحاله ديال الجفاف اللي تنعيشوها، ومنها التغيرات المناخيه والاكراهات اللي تعيشها العالم باجمع، وكذلك التاثيرات السلبيه على جماعه تسلطنت. ومن ثم الى قلنا التاثيرات السلبيه على جماعه تسلطنت يعني راه التاثيرات السلبيه على مدينه مراكش. من هنا هذا التكتل الجمعوي اللي هو التشبيك التنموي من اجل تسلطنت نكب على واحد المشروع اللي الهدف الاساسي ديالو هو نحافظوا على ما تبقى من البساتين. اننا تبدا تضعف عندنا الفرشه المائيه، وكاين سوء تدبير للمياه. وفي هذا اليوم هذا جاو معنا شركاء منهم الأراضيما الحوض المائي والمدرسه ايكولوجيه تيحاولوا يبينوا للناس المراحل اللي تيدوز منها الماء باش يوصل لنا الماء الشروب، والعناء اللي تيدوز منه. عاد فاش انه الماء راه ولا شحيح، ما كاينش، ما موجودش، ما كاينش الماء. وبالضبط هنا درنا هذا اليوم هنا في تسلطنت، لانه تسلطنت كانت تعتبر هي العرصه ديال مراكش كي تتعرفوا كاملين، وكانوا تيجيو لنا منها فواكه وخضروات عديده. ولكن دروكا تسلطنت ولا تتعاني من الجفاف. دابا الزيتون ديالها كله هو ناشف، الاراضي كلها ولا تتبان كحله. كاين المنبع ديال الماء. درنا واحد الفيديو وطلعنا للراس ديال الماء من المنبع ديال الواد، لقينا السواقي تيجيو الناس تيتخبوا الساقيه من التحت وتير بير في جنب الساقيه على 3 متر في جنب الساقيه وتقب الماء، وداك الماء تيدوز للبير ودير هو البومبو تيطلع الماء. وهذه تنسموها حنا تشفر تحت الماء، تتمخر الماء لواحد اخر اللي هو في حاجه ليه. انت عندك الحق في الماء والاخر عنده الحق في الماء، كلنا عندنا الحق في الماء. هذه الماء راه ثروه مشتركه بيناتنا كاملين، ماشي تاخذ منها انت نصيب الاسد وتخلي الناس بلاش. هذا هو الموضوع حنا اللي تابعين. وهذا الموضوع هذا راه ما عندناش فيه غير هذا اليوم هذا، وماشي هذا يوم احتفالي. حنا هذا اليوم هذا راه تنحاولوا نبينوا للناس انه راه عباد الله راه الماء راه ولا خط احمر.
المستمع وعلى آله وصحبه أجمعين. تيجي هذا اللقاء التحسيسي حول ندرة الماء والطرق الناجحة من أجل الحفاظ على هذه النعمة اللي نعم الله بها على الإنسان، واللي تعتبر هي الأساس تاع الحياة تاع الإنسان وتاع الحيوان تاع جميع الكائنات المتواجدة فوق الأرض. هذا اللقاء تندرج في إطار اللقاء التحسيسية اللي تتقوم بها فعاليات المجتمع المدني بسلطنة وخصوصا الفيدرالية اللي دروك قايمة بهذا العمل الجيد، اللي من خلاله بشراكة مع جميع المتدخلين في قطاع الماء من السيرفيس هيدروليك، وزارة تجهيز الماء، والشركات المتخصصة في تزويد الماء الشرب على مستوى مدينة مراكش. بالنسبة لهذا الموضوع الشائك والخطير واللي أصبح بلادنا في واحد الحيز اللي نتمنى الله سبحانه وتعالى ما نبقاوش فيه، اللي تيهدد التواجد تاع هذه النعمة اللي هي أساس تاع الحياة، اللي من خلالها خدات واحد الاستراتيجية على أساس تحسيس وتنويع طرق استعمال هذه المادة الحيوية من أجل المحافظة عليها والمحافظة على الحياة فوق الأرض. هذا اللقاء اللي جاء متميز وتندرج في إطار هذه الاستراتيجية اللي قامت بها هذه الفيدرالية، الحقيقة لقاء مزيان بزاف وتهدف لتحسيس المجتمع ككل بما فيه جميع مختلف. وقبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين جورنال 24 وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد.